الأهلي يبلغ لاعبيه بإلغاء مران الفريق اليوم بسبب نية الإطاحة بالجهاز الفني. مدرب المنتخب الوطني السابق يرفض قيادة الأهلي بشكل دائم ويفضل المنتخبات. جوميز يرفض ترك الفتح السعودي حاليا. اقتراح داخلي بإسناد المهمة لكروش مؤقتا حتى نهاية مشوار كأس العالم للأندية. حالة رفض جماهيرية واسعة للتفاوض مع كروش عبر مواقع التواصل الاجتماعي. صحف سويسرية تنتقد تصرف بعض جماهير الأهلي وتطالب بتكريم كولر. الأهلي يدرس إقامة تكريم ووداع لمارسيل كولر. بعض الإعلاميين يحاولون تصدير صورة سيئة عن جماهير الأهلي. حسام البدري يؤكد استعداده لخدمة الأهلي وينفي التواصل الرسمي. لجنة التخطيط ترفض استمرار سامي قمصان مع المدرب الجديد. اجتماعات مكثفة بالأهلي لاختيار بديل كولر. اقتراح سعودي بتعاقد الهلال مع كولر. جراديشار يخضع للأشعة لتحديد موقفه من مباراة بتروجيت. الشناوي وكبار الفريق يحاولون لم شمل اللاعبين. تأكد غياب محمد عبد المنعم عن كأس العالم للأندية بسبب تمزق الرباط الصليبي. دعم كبير لعبد المنعم من لاعب المنتخب الوطني عبر الانستغرام. الشناوي ضمن التشكيل المثالي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مع لاعبي بيراميدز. رابطة الأندية تحدد مواعيد مباريات الدوري للأهلي والزمالك. أحمد سامي ينتقد أداء الأهلي الفني ويرى أن الجهاز الفني بقيادة كولر لم يعالج المشكلات. كولر اتخذ قرارات خاطئة بإبعاد بعض اللاعبين الأساسيين. أداء الأهلي أمام سان داونز محبط والتغييرات الدفاعية لكولر أضرت الفريق. رسالة قوية من أحمد أبو مسلم: يجب إنهاء العلاقة مع كولر فورا. تحذير من تكرار أخطاء باختيار كيروش مدربا بسبب طابعه الدفاعي. إشادة بأداء بيراميدز وعزيمته بالتأهل. أحمد أبو مسلم: كولر أضاع شخصية الأهلي أمام سان داونز. انتقادات لسياسة الأهلي في التعاقدات. وصف الموسم الحالي بالكارثي. مطالب بعودة الروح والانتصارات للفريق. انتقاد مستوى جراديشار وبعض صفقات الأهلي. دعوات لإعطاء الفرصة لمدربين من أبناء النادي. توقعات بفوز سان داونز باللقب بعد الإطاحة بالأهلي والترجي. انتقادات لأداء لاعبي الأهلي وعدم التزامهم بالأدوار التكتيكية.